السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ معاكم ام زياد من قناة بيتي كل حياتي ودنيتي. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال دايما. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البشاميل بطريقة سهلة جدا، وطريقة مميزة هتخليكي معروفة بيه دايما لو عملتيه في مكرونة بشاميل أو صوص مكرونة، صوص الأبيض. هنبدأ مع بعض ندخل على المكونات كده على طول. بس قبل ما ندخل على المكونات، لو عجبتك الوصفة بتاعتي ما تنسيش تعملي لي لايك، وحبايب الجداد ما ينسوش يعملوا لي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله في القناة اول باول. يلا ندخل معانا على الوصفة بتاعتنا ونقول معانا ايه. انا معايا هنا 5 معالق من الدقيق، قدهم بالظبط 5 معالق من السمنة، تمام. ومعايا رتل لبن حليب، ومعايا بيضتين، وملح وفلفل اسمر وجوز الطيب، تمام. هنبدأ مع بعض كده ندخل على المقادير الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي مع بعض. ودلوقتي بقى هقول لكم على طريقه البشاميل اللي بيتعمل ازاي. انا قلت لكم بقى معايا 5 معالق سمنه، هبدا انا احطهم في الحله زي دول كده ويسخنوا معايا، وهبدا انزل بالخمس معالق دقيق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تبداي تقلبي كده البشاميل بتاعك اهو كله كده في بعضه كده لحد ما الدقيق بتاعك يبدا ان هو يعني الريحه بتاعته تطلع كده في التحمير، ويبدا ان اللون بتاعه يبقى اصفر ذهبي كده اهو. الريحه بتاعته طلعت اهي، بدا يتحمر معايا اهو، شايفين اهو. هو يا دوبك بالظبط 10 دقايق هتلاقيه اتحمر معاكي ولونه بقى الذهبي الحلو. تبداي تنزلي بقى بنص كميه اللبن اللي معاكي وتدوبي اهو. انا هعمل لكم خطوه بخطوه، مش هفصل منه حاجه عشان خاطر الناس اللي البشاميل ما بينجحش معاهم. لازم اقول لهم عليه بالظبط بيعملوه ازاي، تمام اهو. انا هجيب الويسك بقى اقلب بيه الطريقه دي كده اهو. نيجي تقلبي كده لحد ما اللون بتاعه بس يديكي الاصفر اللي هو الذهبي الحلو ده، عشان البشاميل بتاعك يبقى مستوي ويبقى حلو ما يبقاش عجين منك اهو. شايفين الطريقه دي كده اهو. ريحه الدقيق طلعت خالص ان هو اتحمر معاكي وتمام. هبدا بقى دلوقتي هنزل باللبن بتاعي. انا معايا كيلو اللبن زي ما قلت لكم، هنزل بالنص كيلو لبن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ما تخافيش، هتلاقيه كتل معاكي كتله كده، ما تخافيش، ما تقوليش بقى يا لهوي ده الكلكع ومش عارفه ايه، لا ما تخافيش من اي حاجه اهو. بس وطي النار اهو، شايفين النار اهم حاجه تبقى واطيه، وتنيكي تقلبي اهو اهو. مفيش من اي حاجه والله يا جماعه، اسهل حاجه البشاميل. الناس اللي بتخاف من البشاميل جربي الطريقه بتاعتي بجد هيعجبك وهتحبي تعمليه. خلاص انا اهو. شوفوا بقى انتوا زمانكم دلوقتي بتقولي يا لهوي ده البشاميل كلكع منها وشوف عمل ازاي. لا هوريكي بقى، بصي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي بقيه الكميه بتاع اللبن بتاعتك بقى معاكي كده، وابدأي فكي بقى البشاميل بتاعك تاني اهو. كل ده والنار واطيه معاكي، اوعي تعلي النار. بصي هيبدأ كله يفك معاكي تاني ويبقى جميل ومية المية. ما عندكيش لبن تاني حطي شوربه، عندك شوربه حطي شوربه، تمام. يعني مش شرط لبن، ما عندكيش لبن ولا عندك شوربه حطي ميه، مفيش مشكله، يعني مفيش حاجه هتوقفنا ان شاء الله اهو. خلاص ادي البشاميل بتاعي شو فك معايا تاني وبقى كريمي ومية المية اهو. هبدأ بقى ان انا احط المنكهات بتاعتي، شوية ملح اهو تمام، وهحط شوية فلفل اهو. اللي عايز يحط فلفل ابيض عشان ما يبقاش اللون مسمر في البشاميل هو وراحته، انا ما بتفرقش معايا، انا بحب احطه اسمر، بتبقى نكهته اقوى من الابيض وبيبقى حلو جدا معايا. شايفين البشاميل بقى كريمي وعامل ازاي؟ شايفين
سلام بجد والله، يعني حاجه مش عايزه اقول لكم. وهنزل بقى بشويه جوزة الطيب، انا بحب جوزة الطيب قوي على البشاميل، تديله نكهه حلوه. وزي ما قلت لكم قبل كده يعني بيبقى حلو جدا للرجاله ومفيد للرجاله. تمام اهو، تقلبي برضو كده بيخلي ريحه البشاميل جميله وطعمه بيبقى مميز. اللي ياكل من عندك مكرونه يرجع لك تاني. بصراحه انا بعمل صينيه المكرونه زي ما قلت لكم قبل كده، محدش بيعرف يعمل زيها، كل اللي بياكلها من عندي مره بيرجع لي تاني. اهو خلاص كده البشاميل بتاعي تمام اهو. التكه التانيه بتاعتي بقى اللي هعملها، بصوا بقى التكه بتاعتي التانيه، انا بجيب بيضتين معايا بالطريقه دي كده، احط عليهم شويه فلفل اسمر وشويه ملح وابدا اربيهم جامد كده. تمام اهو الطريقه دي كده. وهنبدا بقى مع بعض الكريمه بتاعتنا الجميله الحلوه دي. طبعا عمري ما هينفع احط عليها بقى كده البشاميل، عشان خاطر هتستوي معانا البضايه لو احنا حطيناها في البشاميل وهو سخن. هبدا اجيب بقى معايا كده معلقه من البشاميل السخن كده، هدي صدمه للبيضه عشان خاطر ما تنزل معايا في البشاميل ما تستويش مني. تمام اهو، وتبداي تقلبي تاني كده اهو، عشان في ناس كتير بتخاف وتقول لا ده انا هحط البشاميل البيض دون لما البشاميل يبرد خالص ومش عارفه ايه. لا غلط. طب افرضي انت حطيت البيض لما البشاميل مثلا برد وبعدين البشاميل بقى صلصل معاكي، هتعملي ايه؟ مش هينفع طبعا. اما انا هحطه وهو كده اهو، عشان خاطر اهو تنزلي واحده واحده وتقلبي بقى وهو على النار، على النار هاديه خالص، عشان برضو البيض معانا يستوي في البشاميل ويبقى حلو. تمام اهو، ايد بتحط وايد بتقلب. تمام اهو، شايفين ولا البيضايه استوت ولا اي حاجه، والبشاميل بتاعنا بقى حلو و100%. طبعا في ناس بقى تانية بتحبش تحط على البشاميل بيض، انتوا وراحتك. انا ساعات في حاجات بحط فيه بيض وفي حاجات تانية ما بحطش عليه بيض. النار والعه اهي اهي، شايفينها؟ عشان ما حدش يقول ده بتحطه والنار مش والعه، لا ولع، والبشاميل بتاعنا سخن اهو. وادي البشاميل بتاعنا خلص وبقى جميل و100%. خلاص، وادي البشاميل بتاعنا الجميل اهو، كله بقى كريمي و100% معانا. ودي كانت طريقة عمل البشاميل بتاعنا الحلو الجميل الكريمي اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. شايفين عامل ازاي؟ احب اقول لكم بقى في اخر الوصفه بتاعتي، لو عجبتكم الوصفه وعجبكم البشاميل بتاعي الخطير ده، ما تنسوش تعملوا لي لايك، وكمان تفعلوا الجرس، وتعملوا لي اشتراك. لو انت اول مره بتشوف فيديوهاتي ادخلي وكملي بقيه فيديوهاتي هتعجبك جدا. وفي نهايه الفيديو اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.